عارف مين ده؟ ده جندي المشاه اللي بيأتمر بأمر بوتين، جلاد روسيا في أرض الشيشان. لم تكتفي بسفك دماء من داخل الشيشان، بل راح يفتك بالمعارضين في النمسا وتركيا والإمارات وقطر والسويد. قتل منافسه سليم ياماديف في دبي، وذبح غريمه عمر أسريلوف في فيينا، واغتال المعارض بوريس نيمتسوف في وسط موسكو. مجرد أمثلة. ده رمضان قاديروف الرئيس الشيشاني اللي استضاف المنتخب المصري على مأدبة عشاء وقلد محمد صلاح وسام المواطنة الفخرية. رمضان كان والده اللي هو الإرهابي. رمضان ده أشعري وصوفي وضد القاعدة وداعش والسلفية الجهادية والإخوان على طول الخط ووسطي جدا. الحكاية فقط أنه جزء من الدولة الروسية ويحكم الشيشان حكم ذاتي ولا يستطيع أن يعرش في رأسه دون إذن من بوتين. معظم السياسيين يحاولون استخدام كرة قدم أو الرياضيين أو لاعبي كرة قدم لأهدافهم، ومثال على ذلك ما جاء قبل قليل في أهم الأخبار، استقبال رئيس الشيشان لمحمد صلاح. استقبله كجزء من المنتخب المصري. هذه ثاني مرة. كل المنتخب المصري كان جالس، لكن محمد صلاح فقط كان في نفس الطاولة مع الرئيس الشيشاني، وهو الوحيد. ونحن نعرف حساسية المواقف الآن بين روسيا وبين إنجلترا، وهناك من يمكن أن يستخدم هذا الموقف ضد محمد صلاح الذي سيعود لإنجلترا لعب الدور الإنجليزي. صلاح самый лучший футболист в мире и идеальный человек.